السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. جاية النهاردة وجايبة لكم معايا روتين بسيط سريع كده، عبارة عن مشتريات ووصفة أكل. بصراحة الواحد نفسيا مش مرتاح بعد اللي شافه في السودان بيحصل. دعواتكم لإخواتنا في السودان ولإخواتنا في فلسطين وفي كل أراضي المسلمين يا رب. الواحد فعلا نفسيا متدمر لما بيشوف الحاجات دي. فعلا الواحد فضل كذا يوم مش قادر، لا قادر بصراحة يعمل حاجة ولا قادر ينزل حاجة. آه والواحد نفسه كانت مسدودة بصراحة، لأن اللي بيحصل كتير كتير قوي بصراحة. حسبي الله ونعم الوكيل. دعواتكم هنا. بصوا، أنا نزلت اشتريت شوية حاجات كده، غسلت الرخام عشان أنضف وأحط عليها، وابتديت ان انا اهو احط عليها الحاجة. جبت بقى شوية مشتريات كده، ولقيت معاهم كان واحد معاه مانجا شروة كده، الكيلو على 35 جنيه. خدت منه 10 كيلو، قلت عينهم لرمضان بقى، كل سنة وانتوا طيبين. قلت احطهم في الفريزر. بصراحة ما عينتش اي حاجة رمضان، يعني كان بيبقى بيجي عليا رمضان، لا انا كنت ببقى عاملة حسابي في الاكل والشرب، ومخزنة حاجات ومخزنة عصاير وكده. ما عملتش حاجة خالص خالص السنة دي. فقلت خلاص انا اجيب دول احطهم في الفريزر لرمضان ان شاء الله. ربنا يعود علينا وعليكم، ويعود ويخلي الايام كلها يا رب خير يا رب، ويعودوا علينا على خير يا رب، ويجعل ايامنا كلها هنا وسعادة وخير ورزق وبركة. هنبدأ بقى ان انا غسلتهم كلهم، وكان في واحد معاكم متر جبت برضو، وشوية بلح السعودي ده الربح ده جميل قوي. وده العنب السوري. جيت قبضت المعاش بصراحة، قلت ايه، اشتري شوية حاجات للأولاد. بصوا، بحط المصفى كده وابدأ ان انا املى الحوض مية، عشان العنب بالذات بيحب المية كتير. بقوم بقى سد الحوض ومالية الحوض مية، وانقع فيه العنب، يطلع من بين الغصون بتاعته دي حاجات كتير. والبلح غسلته وسبته يتصفى عشان ما يبص. ونعناع اخضر بقى، يا نهار ابيض، انا بموت في حاجه اسمها النعناع الاخضر. شاي بالنعناع الاخضر، يا نهار ابيض، بيبقى حاجه كده حكايه. ببدأ بقى ان انا بصه بفرطه وافتح واشوف جواه ايه، انضف هو في الحوض كده واخد راحته. بفتح وانضف افتح وانضف، وبعد كده بقى بملى عليها الحوض. بقوم ملياه ميه واقوم سايباه بقى يتنقع شويه، وابدا ان انا ايه اغسله كام مره كمان، واقوم شايلاه مصفياه. بصراحه بيبقى حلو قوي. اهو بصوا، دي الحاجه اهي. بصوا شكلها والله يفتح النفس ما شاء الله. شجعوني بقى بلايك، باشتراك، عرفوا صحابكم على القناة. بصوا، الواحد يمكن هو دلوقتي مش بينزل كتير، بس ان شاء الله هظبط تاني وانزل لكم الفترة الجاية فيديوهات كتير، لان فعلا انا الفترة اللي فاتت نفسيا ما كنتش احسن حاجة. وخصوصا كمان ان الاولاد عندي الاتنين، الصغيرة والاكبر منها، محتاجين احتاجوا نظارات، ورحت عملتها والدكتور قلقني عليهم بصراحة. قال لي الكبير نظره ضعيف، بس الاستجماتيزم عنده مش عالي زي الصغيرة. قال لي الصغيرة نظرها افضل شوية منه، بس الاستجماتيزم عندها عالي جدا. قال لي ولازم يلبسوا النضارة ما يخلعوهاش خالص. هنا يا جماعة انا بخلي الخيار، بصوا شلت يا دوبك الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت، وبرصه كده واقف. وبقوم حاطة الفلفل يا دوبك بخرمه خرم بس كده صغير، خرم واحد، عشان ما يتهرش منكم، عشان يفضل ايه بحالته زي ما هو. انما لو هتفتحيه هيطرى منك. بصوا بوريكم، هو شق واحد كده، شق صغير ببوز السكينة. وبقوم حاطاه، وحاطه معاهم بصراحة شوية توم.
والمية اللي انا عملتها عبارة عن خل، وكل لتر مية مع 5 معالق ملح ومعلقة سكر. حطيت عود نعناع على فكرة بيديله طعم حلو قوي، وحطيت ورق لورا برضو بيحفظ المخللة، والنعناع على فكرة بيديله طعم وريحة حلوة قوي. اهو بصوا ورق لورا اللي فوق الوش ده، ورحت اهو بصوا، وسقيت بيه كده يعني المحلول ده سقيت بيه المخلل، والمحلول ده ميه انا غلياها وسايباها تبرد اهو. بصوا هو في ايه، ادي معلقه سكر، وهحط 5 معالق ملح. انا حاسه ان في حاجه غلط في الفيديو، صح معايا؟ ايه بس هنزله. اه يا نهار ابيض. اه بصوا، ده غطا عندي صغير اصغر من البق بتاع البرطمان، بقوم حطاه وبعصر ليمون كده على الوش. بعد كده بقلب البرطمان ايه فوق وتحت كده فياخد الليمون. بتاع ده الليمون انا بحط بعصره فوق وبحط القشر. الليمون نفسه بينزل لما برجه، بس القشر بقى بيمنع التعفن مع الغطا اللي انا حطيته ده، بيخلي المخلل ما يعفنش خالص بصراحة. اهو بصوا بقوم عاملاه كده، واقوم قلباه بقى في الاول شوية، بعد كده اقوم ايه سايباه كده اول يوم، والتاني يوم بقلبه اهو كده. المانجا هبدأ ان انا بقى عشان اخزنها برضو، بقوم مقشراها واقوم مقطعاها في الكيس. هوريكم بحط دي علبة الهاند بلندر، او شوفي بقى اي علبة عندك ينفع، بقوم فاتحة فيها الكيس كده واقوم مقطعة فيها المانجا. كل كيس منجيتين منجيتين، واقفلي عليها وعينيها، المنجيتين يعملوا لك يعني شوب عصير قد كده، أسرة تشرب منه والله، وبيبقى تقيل وحلو وتحفة. ولو عايزة تحطي منجاية واحدة وتزودي معاها بطاطا مسلوقة اعملوها، بتبقى حلوة، بس انا ولادي بيحبوها كده. هنا هنعمل صينية بطاطس بالفراخ وملوخية ناشفة ورز بالشعرية. هنشوف بقى مع بعض بعملها ازاي. هنا انا اهو انا حطيت ايه، ملح، فلفل اسمر، ده تتبيله الفراخ. على البصل حطيت ايه، ملح وفلفل اسمر وحبهان وورق لورا وتوم بودره وبصل بودره وشويه بابريكا، ورحت حطيتهم، ورحت سبت فيهم الفراخ اتبلت مثلا تقريبا حوالي ساعتين على ما عملت حاجه تانية. بعد كده مش بقول لكم في حاجه غلط، والله العظيم في حاجه بجيب صينيه بشوح فيها البطاطس الاول، وبعد ما بشوح البطاطس بقوم بجيب صينية انزل فيها الفراخ تاخد الصدمة، وبعد الصدمة بقوم طشاها بالصلصة، وبعد الصلصة بنزل بالبطاطس تاخد لها غلوتين على النار من فوق، وبقوم رميها في الفرن. الملوخية الناشفة زي ما انتم شايفين. الرز بالشعرية بتعرفوا تعمليه، بنحمر الشعرية، بنقوم طشينها بالرز، مقلبين حبة ملح وخلاص على كده. هنا ازاي بتعملوا الملوخية الناشفة، بتنخلوها. والملوخية هبقى انزل لكم طريقتها، مش هلحق اقولها بصراحة، مش عارفة الفيديو ده عاكك اوي، مش عارفة يجيب مشاهدات ولا لأ، بس قلت انزل حاجة بصراحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.